السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا صباح الفل على حسب التوقيت اللي أنت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. النهاردة كده هعمل فيديو برضو لطيف خفيف، هحاول مدته ما تكونش طويلة قوي، بس أعتقد إن هو شيء مهم جدا وحاجة احنا بنشوفها كتير جدا على السوشيال ميديا. الناس اللي هي بتتكلم في المحتوى عن أمريكا وعن مشاكل أمريكا وإن الناس مخنوقة من أمريكا، بالذات المصريين، أو يعني مش بالذات المصريين قوي، العرب عامة. فبصوا يا جماعة، هو الموضوع كله بيكمن في عدة نقط. احنا كمصريين بالذات احنا بنحب ناخد ما نديش، يعني بمعنى صح ايه، انا دلوقتي رايح امريكا فانا عايز اخد فلوس وعايز احوش فلوس وعايز اعمل فلوس، ومش عايز ادي البلد حقها ومش عايز ادفع اي حاجه في البلد. تمام، بيبقى مش عايز يدفع ضرايب، مش عايز يدفع تامين صحي، مش عايز يعمل اي حاجه. هو داخل امريكا هو عايز يصفي دمها، بس مش عايز يدي للبلد حقوقها نهائي. مع ان يعني لو جينا بصينا فيها يا جماعه، حته الضرايب دي بالذات في امريكا انت بتاخد بيها خدمات كويسه جدا. طرق نظيفه بتمشي فيها، جناين، مدارس مجانيه لاولادك. يا باشا صلي على النبي، في امريكا ابنك من كيجي لغايه ثالثه ثانوي مجانا فور فري، انت ما بتدفعلوش شيء. بتاخد خدمه طبيه كويسه، لا قدر الله انت تعبان في البيت، جات لك مشكله، بتتصل بالاسعاف دقيقتين ثلاثه بالكتير بتبقى عندك. بتاخد خدمة طيبة، خدمة طبية كويسة جدا، إلى حد ما أمن وأمان، طرق نظيفة بتمشي فيها، حقوق واجبات. معلش يا جماعة، لو احنا جينا بصينا فيها، ما انت في بلدك هنا بتدفع برضه. تمام، يعني انت بتدفع ضرايب زائد ان انت بتدفع مدارس للولاد. تعال شوف المدارس الانترناشونال عاملة ازاي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بتبدأ كده مثلا ب 150 ألف وانت طالع. ده في مصر، عشان ابنك يتعلم تعليم الى حد ما كويس، كمان مش كويس بس. فتعالى نعقلها يا جماعه، تعالى خش دلوقتي مستشفى، حتى المستشفى الحكومي اللي هو انت تخش سليم تطلع عيان. تمام، لا هتروح مدرسه مثلا، مستشفى مثلا الى حد ما عشان تتعالج فيها علاج اقل من المتوسط، شوف هتدفع الاف الجنيهات. الكلام ده كله هناك مجانا، بس بيبقى عبارة عن ان انت بتدفع ضرايب. بس هي المشكلة كلها بتكمن في المصري او العربي، ان هو مش عايز يدفع ضرايب. هو داخل امريكا عايز يمص دمها، وعايز يعمل فلوس، عايز يعمل الاف الدولارات ويبعت مصر، او بقى يغير عربية او يغير شقة او يغير بيته او كلام، من غير ما يدي للناس حقها. فبتبدأ الناس تيجي تقول لك امريكا غالية، امريكا صعبة، امريكا امريكا امريكا. انت يا باشا لو جيت بصيت فيها، انت مواطن صالح بتدفع ضرايب في البلد بتاعتك دي، بتاخد بيها خدمات. زي ما قلت لك، مش عايز افضل اعيد وازيد. طرق نظيفه، علاج كويس، مدارس مجانيه لاولادك، حاجات كتير جدا انت فعلا بتدفع الفلوس دي بتلاقيها. بس هي مشكلتنا كلنا ان احنا مش عايزين ندفع شيء. ودايما المصري بيبقى مفتح وعايز يشغل دماغه، فبيبدا يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب او على الفيسبوك او اي حاجه بتتكلم في المحتوى وفي امريكا، فبيبدا يكره الناس اللي بره امريكا ان امريكا غاليه جدا، امريكا الحياه فيها صعبه، امريكا 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 امريكا. والكلام ده كله يا جماعه مش موجود. الحياه صعبه في اي حته، لو هتقدر تجتهد هتعرف تعمل فلوس. زي ما انا قلت الفيديوهات، وقلت في مليون فيديو قبل كده، هتجتهد هتلاقي، مش هتجتهد مش هتلاقي. الضرايب حتى لو انت شخص معاك سوشيال سيكيورتي ومعاك ورك بيرميت، معاك الجرين كارد، معاك جنسيه ايا كان انت وريفر انت وضعك ايه جوه البلد، بس انت موجود قانوني بتدفع ضرايب، فانت صدقني بتلاقي دي خدمات ايجابيه وخدمات كويسه جدا جدا جدا، انت بتحسها وبتلمسها في حياتك اليوميه. ولادك نفس الكلام، زوجتك مثلا لو معاك بتلاقي الكلام ده كله، بتلاقيه في مدارس، بتلاقيه في طرق، بتلاقيه في علاج، بتلاقيه في مستشفيات، بتلاقيه في حاجات كتير جدا. فصدقني فلوسك اللي انت بتدفعها كضرايب دي، انت بتلاقي بيها خدمات. ما تخليش حد يكرهك في امريكا ويفهمك ان امريكا وحشه وامريكا صعبه وامريكا وامريكا وامريكا، وهو اول واحد لو انت عرضت عليه قلت له ارجع بلدك هيقول لك لا انا عايز اقعد في امريكا. شغل دماغك يا صاحبي، لو امريكا وحشه ما كانش الناس بالملايين عايزين يهاجروا ليها. شوف كل سنه في اللوتري عدد الناس اللي بتكون مقدمه قد ايه، وانت تعرف يا صاحبي. تعالى شوف، روح كده القاهره، اقف قدام السفاره الامريكيه، شوف الصفوف دي كلها. الناس دي عايزه تسافر امريكا ليه؟ اكيد يعني الناس دي برضه عندها عقل وبتفكر وعملت دراسه جدوى وفهمت الموضوع ولقيت ان امريكا فعلا ايجابيه. ما تخليش حد يشغل دماغه عليك. قرر انت، خش انت شوف واقرا وافتح، وانت اللي قرر يا صاحبي. ما تخليش حد يقرر لك. امريكا كويسه جدا، جات لك فرصه توكل على الله، صدقني ما تقلقش.
تنسوش يا احلى عيله في الدنيا، اللايكات يا جماعه بتفرق معايا كتير جدا، والسبسكرايب والكومنتات، وان شاء الله برد على كل الكومنتات. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.